من زمان ودي أسأل وليد الفراج السؤال هذا. لماذا جميع الأندية تكره الهلال؟ وأنا ودي إنه يجاوب على هذا السؤال. والله شوف سؤالك شوية محرج بس أنا بجاوبك ليه. ويمكن يكون قاسي شوي الكلام. بعيد عن الرياضة، احنا في مجتمع لا يمكن اني اعترف للمتفوق انك تفوقت. يا واسطة، يا حظك، يا دفوك الرجاجيل. تعال ناخذها في كل مجال، ناخذها على مجال رجال الاعمال. كل رجل اعمال هو رجل حصل على امواله بطريقة غير قانونية، هذه قناعات موجودة عندنا. اي واحد ناجح يا بواسطة، يا دبروه الرجاجيل، يا مرضي عليه. لا توجد رموز ونماذج ناجحة في البلد دائما نعتبرها شيء يقتدى فيه. دائما كل من ينجح لازم في سر وراه. لو الأندية، طبعا أنا يمكن أطلع نادي يمكن أطلع نادي من هذه المعادلة، أنه الكراهية ممكن المنافسة يكون لها دور، لكن كل من لا يستطيع أن يحقق مثل هذا النادي نتائج لازم يكون جوا. يا بشوت، يجي واحد يقول لك بشوت، طيب ما أنت 3 من ال4 الكبار فيها بشوت. لا تدري، بس بشوتهم هم يعني عروقها في الماء أكثر. الحكام معاهم، طيب ما أنت تتفرج على المباريات. الفتح جاب الدوري، ليش البشوت والحكام اتدخلوا؟ لا هم تركوا يا عم يقول انا اسف، انا مغسول دماغي. حاول تسوي شيء في الملعب حتنتهي اسطوره الهلال اذا كنتوا تبون تحققون. بس الهلاليين ترى مبسوطين بالوضع هذا، انا اتوقع الهلاليين مبسوطين تماما. يقول لك ابد خليهم يتذمرون بسبب وجود قوى خارجيه وانا اجمع بطولات لغايه ما صار الفارق هالكبر. اقعد تقول بطولاتهم ماخوذه مش عارف ايش، بطولاتهم غير قانونيه. في الاخير بعد 50 سنة الرقم والفيصل. نطلع الفاصل.